السلام عليكم حبايبي طلاب تالتة اعدادي محافظة المنوفية وجميع محافظات جمهورية مصر العربية. هنحل مع بعض امتحان المنوفية سهل جدا ولذيذ ومباشر. عندنا بس الباراجراف اللي هو عن فيلم شفته، وده نزلناه امبارح في توقع على قناة يحيى اكاديمي في فيديو شورتس، اللي ما شافوش فاتوا كتير. هنا بيقول لي شادي is talking with his friend نادر about a trip to Luxor. شادي بيتكلم مع صديقه نادر عن الرحلة الى الاقصر. شادي بيقول له you seem busy نادر، انت تبدو مشغول يا نادر. فقال له yes I'm very busy، انا مشغول جدا. ده اللي هو نادر. قال له حاجة معينة، فقال له what list are you making، ايه القائمة اللي انت بتعملها؟ فهيقول له انا بعمل قائمة. I am making a list، هعمل مقص بس وخلاص. I am making وهجيب list في الاخر. I am making a list. شادي سأل سؤال فنادر قال له to Luxor، فممكن هنا شادي يقول له ايه where will you go in your trip، هتروح فين في الاجازة دي او في الرحلة دي. اوكي، او where are you going in your trip، او where are you going to go in your trip. كل ده صح. قال له حاجه في رقم 3 بعد ما قال له الى الاقصر وقال له حاجه، فشادي قال له لا ما اعتقدش ان 3 ايام كافيه ان انت تزور كل حاجه. فاكيد هنا هيقول له انا هقعد هناك 3 ايام. I will stay there for 3 days، هقعد هناك 3 ايام. فقال له طبعا ما اعتقدش ان 3 ايام كافيه عشان انت تزور كل المعالم السياحيه اللي هناك. قال له حاجه في رقم 4 but we can't get the money for a complete month، احنا مش معانا فلوس ان احنا نقعد شهر كامل. ففوق في رقم 4 اكيد هينصحه ان هو المفروض يقعد شهر كامل. You should stay for a month. You should stay there for a month، المفروض تقعد هناك ايه؟ شهر. Okay I'd like to come with you. سأله سؤال 2000 pounds. How much does it cost؟ هتكلفني كام؟ فقال له 2000 جنيه. How much does it cost؟ اوكي. السؤال اللي بعده يا حبايبي ملء الفراغات، وده برضو عاملين له فيديو على القناة، حل عقدة سؤال ملء الفراغات، برضو اللي ما سمعوش فايته كتير. People cleaner protection energy batteries protect. لو ركزنا يا حبايبي هنا اللي ممكن شبه بعض شوية protect protection. protect هنا فعل في المصدر وبروتكشن الاسم، اكيد هاخد واحدة واسيب واحدة اكيد. شوف مع بعض. The environment needs our help. We can do a lot of things to نقط the environment. to المصدر حبايبي في حاجات ثابتة. to هنا بعدها المصدر. في الست اختيارات اللي فوق مفيش غير كلمة protect هي المصدر وهي اللي هاخدها، فهاخد كلمة protect واحذف protection. We can build solar farms to create green energy، طاقة نظيفة. At home we may use rechargeable، اخدناها كتير دي. rechargeable يعني حاجة قابلة لإعادة الشحن، اللي هي ايه؟ batteries، اللي هي البطارية قابلة لإعادة الشحن. There are projects to plant trees to give us نقط air. الهواء هيكون ايه؟ ممتاز. cleaner air يعني هواء أنقى أو نظيف. السؤال اللي بعد كده يا حبايبي القطعة الكبيرة بتتكلم عن الفود اللي هو الطعام. اوكي؟ طبعا زي ما اتفقنا لازم نقرا الأسئلة ونرجع نقرا القطعة. هنا بيقول لك the passage is about، القطعة عن ايه؟ لسه قايلها أنا من شوية على فكرة. For not of their history people didn't farm the land. People in China and people in Japan eat not kinds of food. What do people who live away from the sea usually eat? Where do our bananas come from? Why can we now eat any kind of food at any time of the year? For 99% of people's history they took their food from the world around them. بيقول لي 99% من تاريخنا احنا وتاريخ الناس عموما بياخدوا طعامهم من العالم المحيط بهم. They ate all that they could find، بياكلوا اي حاجة بيلاقوها. And then they moved on to another place، وبعد كده بينتقلوا لمكان تاني. For 1% of their history، 1% من تاريخهم people learned to farm the land and control their environment. الناس يعني تعلمت ان هي farm the land، ان هي تزرع في الارض يعني، و control their environment ان هي تتحكم في البيئة وتسيطر على البيئة. People living in different places eat different kinds of food. الناس بتعيش في اماكن مختلفة وبتاكل اطعمة مختلفة. For example على سبيل المثال people in China eat a lot of rice and noodles. الناس في الصين بياكلوا رز كتير ونودلز زي المكرونة النودل.
People in Japan and Taiwan eat a lot of fish and other seafood. بيقول ان الناس في اليابان وتايوان بياكلوا سمك كتير والاكلات البحرية الاخرى. People living away from the sea. الناس اللي بتعيش بعيدا عن البحر don't eat so much fish. مش بياكلوا سمك كتير. They eat more meat and chicken. بياكلوا لحمة وفراخ. At present في الوقت الحالي it's possible to transport food from one part of the world to another. من السهل جدا ان احنا ننقل بعض انواع الاطعمة من جزء من العالم للجزء الاخر. Our bananas come from Central America or Africa. بيقول ان الباناناز اللي هو الموز بتاعنا يعني اللي احنا بناكله بيجي لنا من امريكا or Africa. Our rice comes from Thailand. والرز بيجي من تايلاند. We can eat what we like. بناكل اللي احنا عايزينه او اللي احنا حابينه when we like لما نحب. At any time of the year. وفي اي وقت في العام. Food has become very big business. الطعام اصبح ايه؟ business كبير جدا. اول نقطة القطع عن طبعا food C. تاني واحدة خبيثة شوية. بيقول لك ايه من التاريخ الناس didn't farm the land. لم يزرعوا الارض. بص كده يا حبايبي ركز معايا السطر الاول والسطر الثالث. السطر الاول كان بيقول لك 99% من التاريخ هم او الناس كانوا بياخدوا طعامهم من العالم اللي حواليهم. في السطر الثالث بيقول لك 1 بس في المية بدأ ان هم يزرعوا الارض بتاعتهم. طب هناك بيقول لك ما كانوش بيزرعوها 99%. اذا نمبر 2 99%. خد بالك عشان جملة خبيثة شوية. 3 people in China and people in Japan eat not kinds of food. الناس في الصين واليابان بياكلوا انواع ايه من الطعام؟ the same ولا different ولا cheaper ولا fewer؟ طبعا different مختلفة. عشان قلنا في الصين بياكلوا رز ونودلز. في اليابان بياكلوا سمك ومأكولات بحرية. We get bananas from Central America or Africa. We get rice from Thailand, etc. Number 4. What do people who live away from the sea usually eat? الناس اللي بيعيشوا بعيدا عن البحر بياكلوا ايه؟ موجودة بالنص في القطعة اللي هم ايه؟ meat and chicken لحمة وفراخ. Where do our bananas come from? الباناناز اللي هو الموز بيجي منين؟ هتلاقيها في القطعة بالنص برضو قال لك from the Central America or Africa. Number 6. Why can we now eat any kind of food at any time of the year? ليه بناكل أي نوع من الأكل في أي وقت من السنة أو أي وقت من العام؟ طبعا دي جملة ممكن أي إجابة تكون منطقية صحيحة. ممكن نقول إيه؟ because we get our food from many countries. عشان بنحصل على طعامنا من إيه؟ بلدان مختلفة. أوكي؟ أو أي إجابة منطقية صحيحة. ممكن حد برضو يختم يقول إيه إن food has become big business. الاختيارات سهلة جدا. Not are warm wet areas of land where many kinds of plants, animals and birds can grow and live. طبعا عندك C اللي هي rainforest. Not is a person who travels to space. طبعا an astronaut. قلنا astronaut اللي هو الشخص اللي بيسافر. أما astronomer اللي بيدرس. I thought I lost my new calculator but I not it in my book bag. طبعا I found it يعني لقيتها. Number 4. Positive people don't look طبعا unhappy. ودايما بقول لكم لازم نكون positive and don't be negative. اكون ايجابي وما اكونش سلبي ودايما افكر تفكير ايجابي ان الامتحان هيكون سهل والحمد لله كان سهل. orbits يعني يدور حول حليناها. moves around حليناها كتير خالص. الجملة اللي بعدها كلمة normal معناها طبعا usual. الكومبليت يا حبايبي سهل جدا ومباشر. The national park visit by many people. by طبعا وفعل هنا و every year يعني مضارع بسيط. هنا مجهول تزار هتكون is visited. If it rain heavily we will use. عندك will والمصدر حالة أولى هتكون مضارع بسيط مضاف لها is عشان مفرد rains. You should keep قلنا قبل كده keep و avoid و enjoy أكتر تلاتة بيجوا في ال ing فهتكون working. على keep أنا حاجة بعملها ومستمر فيها فهتكون working. In the past في الماضي people used to send letters now they send emails. طبعا هتكون used to مضاف لها دي. Number 5. For 3 years I learned French language. لمدة 3 سنوات أنا تعلمت اللغة الفرنسية. حلين صح. مضارع تام صح. مضارع تام مستمر صح على أساس إن لسه بتعلمها. فينفع أقول have learned أو learned. ناخد بالنا إن learn ينفع learned و learned الاتنين صح. بالتي أو بالإي دي. فأقول have learned أو have been learning الاتنين صح. مضارع تام صح. مضارع تام مستمر صح. have learned
او have been learning. اخيرا يا حبايبي باراجراف توقعناه امبارح الساعه 10 بالليل ونزلنا فيديو شورتس عليه 57 ثانيه تحديدا، وقلنا لو جاب لك في الامتحان فيلم انت شفته او كتاب قريته ما تتخضش خالص، قول له ان هي حاجه من ضمن هواياتك، وبعد كده اسم الفيلم والموضوع اللي انت كنت حافظه او محضره واكتب عنه، و7 من 7 يا معلم، واحلى سبسكرايب للمستر يحيى. اوكي، في نهايه الفيديو يا حبايبي يا رب تكونوا استفدتوا، ويا رب نطمن على امتحاننا. حليت كويس يا مستر وهقفل، اتبسط شويه وقول الحمد لله، ويا رب وفقني في اللي جاي وركز في اللي جاي. لا قدر الله عندك غلطه 2 3 مش مشكله، برضو احمد ربنا وقول يا رب عوض في اللي جاي، وخليك قوي جدا جدا وبوزيتيف واقوى من اي حد ان انت تعوض في اللي جاي. قفلت تدي لك عزيمه اكتر ان انت تقفل اللي جاي كله عشان تجيب 140 140. لا قدر الله عندك اخطاء، خلاص برضو عزيمه اكتر عشان ما قلش في الامتحانات الجايه واعوض في اللي جاي. اوكي، لازم تكون دكتور في الانجليزي زي ما احنا اتعودنا مع بعض. حبايبي المنوفيه لحد هنا يعني قصه كفاحنا مع بعض شبه انتهت خلاص، ركز في اللي جاي مع باقي المواد. والبحيره نفس الكلام، هنزل لهم برضو الفيديو بعد شويه. ده بالنسبه للمحافظات اللي امتحنت. المحافظات لسه هتمتحن انجليش بكره او بعده او بعده، لسه مكملين مع بعض يا حبايبي اسبوع التفوق في اللغه الانجليزيه. كان معكم مصري عبد الله محمد. ما تبخلش ان انت تشير الفيديو ده وتخبط لايك. بستغرب والله الفيديو يكون 2000 مشاهده وجايب بس 100 لايك، ليه مش عارف. هتخسر ايه لما تعمل لايك تشجيعا لينا، وفي نفس الوقت على توقعاتنا اللي احنا الحمد لله بننفرد بيها دائما وابدا. في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.